أغرب 5 ظواهر بالطبيعة. رقم 5، أمطار الدم. بتظهر هالظاهرة بالهند، وبصراحة هالاسم مو حرفي، يعني مو دم حقيقي. اللي بيصير إنه في فطريات وبكتيريا بتعطي المطر لون برتقالي مائل للأحمر، فصاروا يسموها أمطار الدم. رقم 4، فقاعات الميثان المتجمدة. بعض البحيرات بتطلع منها غازات، وبهالمناطق الباردة بيتجمد الغاز جوا الجليد، فبيطلع شكله مثل الفقاعات لامعة ثلاثية الأبعاد. منظرها خرافي بصراحة، بس الحقيقة انه هاي الفقاعات خطيرة كتير لأنها قابلة للاشتعال. رقم 3، الشلالات العكسية. هالظاهرة موجودة باستراليا وكمان بالهند. تخيل مي الشلال بدل ما تنزل لتحت عم تطلع لفوق. الهواء القوي بيدفع المي بالعكس، وبيطلع المنظر غريب وحلو بشكل مو طبيعي، ومن هون اجى اسم الشلالات العكسية. رقم 2، البرق البركاني. نحن بنعرف انه البرق بيصير بالسماء بسبب شحنات كهربائية، صح؟ بس هون الشحنات عم تطلع من فواهة بركان نفسه بسبب احتكاك الرمال والغازات. بيصير وميض قوي جدا جوا الفواهة، وبتشوف المنظر وكأنه نار وكهرباء بنفس الوقت، شيء مرعب وجميل بنفس الوقت. رقم 1، بحيرة المرايا في بوليفيا. اكيد كثير منكم شاف هالصور من قبل، ويمكن فكر انه المنظر مو حقيقي او معمول بالذكاء الاصطناعي، بس الحقيقة الارض بعد المطر بتتحول لمرايا ضخمة تعكس السماء بشكل مجنون، لدرجة بتحس حالك ماشي بالفضاء او فوق الغيوم. وهي اكبر بحيرة بتحتوي على املاح بالعالم. واذا لسه ما اشتركت لا تنسى تشترك وصلوا على النبي.